هو ايه المنظر ده؟ جه اليوم ان اشوف فريق استثماري زي بيراميدز ليه جمهور اكتر من جمهور الاسماعيلي، الفريق الكبير، الفريق اللي ليه شعبيه كبيره. هو جمهور الاسماعيلي فين؟ يعني عجبكم المنظر ده؟ يعني عايزين توصلونا لايه طيب؟ النادي الاسماعيلي الفتره دي محتاج كل مشجع في المدرجات. اللعيبه الصغيره الشباب دي محتاجه لكل مشجع في المدرجات، محتاجه لكل دعم، محتاجه لكل مسانده، اي حد يساند، اي حد يدعم، محتاجه دعم. لكن ايه ده؟ اصلا جمهور بيراميدز ده يعني دول تلات ارباعهم ناشئين، وتلات ارباعهم بقى اللي قابضين بقى، اللي جايين بقى بفلوس ووجبات والكلام ده، وانا شفت الكلام ده بعيني قبل كده. لكن ما توصلوش الانديه الجماهيريه انها تبقى كده. اهتموا بالانديه الجماهيريه يا جماعه. يعني انت عندك هنا النادي الاسماعيلي غير الماتش ده هيلعب 6 ماتشات تانيين بره ارضه. مش عايزين الماتشات التانيين يبقوا كده. يعني انت عندك الماتش الجاي الاتحاد، مش عايزين نبقى بالمنظر ده. مش عايزين نبقى بالعدد القليل ده. عايزين جمهور النادي الاسماعيلي يروح ويشجع ويساند اللعيبه دي، محتاجه مسانده ودعم يا جماعه. النادي الاسماعيلي دلوقتي في فتره صعبه جدا، اصعب فتره في تاريخ النادي الاسماعيلي. محتاج لكل مشجع يروح ويدعم ويساند، حتى لو خسرنا دعم وساند. احنا بنشجع النادي الاسماعيلي ده مش عشان بيكسب ويخسر، احنا بنشجعه عشان احنا بنحب النادي الاسماعيلي، بنحب نشوف لعب النادي الاسماعيلي. واللعيبه دي محتاجه مسانده بس مش اكتر. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، اللعيبه دي استنوا بس عليها تكسب ماتش واحد وهتلاقي في حته تانية خالص، هتاخد الثقه وهتلعب وهتشوف فريق تاني خالص. لكن يا جماعه بلاش نبقى بالمنظر ده. النادي الاسماعيلي محتاج كلنا نقف جنبه، جمهور لازم يقف جنبه، جمهور لازم يدعمه، لازم يروح ويساند ويشجع. لكن ما ينفعش نبقى بالمنظر ده يا جماعه.